كما قلنا في المقدمة لايف، الصينيين في الجزائر عندهم بزاف لي مارشي صفقات في قطاع البناء قطاع السكن، ونذكروا عندها تقريبا 10 سنين أو شوية أقل في الطارف في شرق الجزائر السكنات صابوها يعني مغشوشة، الياجور تخربش عليه هكذا يتنحى يطيح، ماهوش حاكم مليح، ماهوش حاكم بالسيمان مليح دايرين سيمان مدرع. نفس الحكاية رجعت اليوم وهاي ليك وشوفوها باسكو ما كانش يعمر في لي جوا. شوف 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 جاي تعال. وعلاش هذا الشيء؟ وعلاش هذا الشيء؟ وعلاش يغشوا فينا الشناوة؟ يعني حتى معروفة خدمة الشناوة معروفة كيفاش، ولكن هنا عم يلعبوا لنا بحياتنا. السكنات هذه باش يسكنوها ناس، غدوة تجي طومبيت عاصفات تدي الباطمة كامل، تنسف عليها الحوت يريبوا يموتوا ناس. هل تمت معاقبة الصينيين؟ المفروض تعاقبهم، هذو ما خدامين شركات عندها عقود عندها كذا، ما احترمتش العقود راهي تغش، خويا كاين قضاء. لا كان والو، كان والو. كنت نقول لك هاي الصراط عندها تقريبا 10 سنين في الطرف، حتى متابعة. اليوم نفس الشيء ما كان عندي قال عاودوا من ليما بالكامل يتعاود، ليما بالكامل يريب، لانك ماشي غير هذيك البيت اللي جاو شافوها، راهو العماره كامله تتعاود، ويعود الشك حتى في الساس تاع العماره، الشك في كل شيء ولدي، الغشاش ماشي غير في زوج جورات، غشك في كل شيء. من المفروض هنا كاين متابعه قضائيه، الناس تروح للحبس، لانه هذايا تصرف قادر ينجم عليه موت عائلات، ومن جهه اخرى تلغي له الصفقه ويخلص لك الغرامه، يخلص لك لي دوماج انتيري. هذه تم في بلاد محترمه، في دوله محترمه. الجزائر ما بقاتش فيها دوله، الجزائر كاين ارض، كاين شعب، وكاين عرايه، عصابه تاع عرايه تحكم بالدراع، واللي ما عندوش الحال يدخلوه للحبس، سينو اخرج او عندك الطريق قدامك ولا روح. هذا عيب. من المفروض كل الصفقات اللي تتم مع الصينيين تجيب شركات اللي عندها من جديه، عندها تشيبه، والشناوه فاقوا الحكايه، يكحلوا يعطيلو التشيبه ديالو وروح وعدي. داروا دراهم الشناوه، دراهم البترول استفادوا منهم، وبالدراهم البترول يقتلوا الجزائريين، يبنوا لهم سكنات من النوع اللي ما شفتوا. هذا يعني شيء راهو واضح، هذا شيء واضح. هذو قادرين يقتلوا الجزائريين بالدراهم، هم يجيب الشنوي يعطي له الدراهم، سمعت، ويقول له هاك ابني لي فخ باش غير ينسف شويه ريح
يريب علينا نموتوا. بارك الله عليكم يا ولاد الحرام اللي مسيطرين على الجزائر بالقمع وبالسيف وبالنار، يجي نهار وتخلصوها. مع شناوا مازالهم متبعين حتى في السيارات. نعم حتى في السيارات. ودوك نشوفوها بعد الجنجل. الله أكبر. هشام عبود. هشام عبود صحفي حر. هشام عبود صحفي حر.